كابتن حلمي طولان، ابراهيم عبد الجواد في حراسه المرمى، 4 في خط الظهر، عمرو حسن، شريف حازم، سمنه، اسامه محمد. قدامهم 3 في نص الملعب، شعبان وكوفي وكمال علي، والمثلث الهجومي كوفي بيكوي واحمد فيليكس، وفي الامام محمد رجب. بينما الكابتن حسام حسن بيبدا النهارده بعبد الواحد سيد في حراسه المرمى، 4 في خط الظهر، احمد قطاوي ومحمد يونس ومحمود فتح الله ومحمد عبد الشافي. قدامهم 2 عاشور الادهم وحسن مصطفى. ثم المربع الهجومي لنادي الزمالك حازم امام، شيكابالا، علاء علي، وفي الامام احمد جعفر. بيدير هذا اللقاء تحكيميا حكمنا الدولي الكابتن محمد عباس، بيساعده كل من ايمن دجيش وحمدي القاضي، والحكم الرابع هو رؤوف الحوشي. احمد فيليكس يتقدم ويطلع عمرو حسن في الجبهه اليمنى، وادي العرضيه رايحه على القائم الثاني، وادي الكوره، ادي الكوره، ولكن تعدي نظرا لرقابه مان تو مان، رجل لرجل، كل لعيب مقرب من المان بتاعه. جعفر يطلع واحده حلوه، وادي اللمسه، فين يا راجل، فين يا راجل، كوره دوا، كوره دوا من احمد جعفر. محمد ابراهيم خد وتقدم، يسلم لمروان، خطير مروان، وادي جامده 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 جامده. حسين ياسر اول لقطه يعمل تمريره حلوه لحسن مصطفى، وادي الكره للامام، وتحرك من احمد جعفر في مكان خطير، عدى واخترق وعايز يلعب ولكن راحت، ولسه مره ثانيه حسين ياسر كان عايز يخش في الزحمه وياخدها. من خلال الاحصائيات الفريقين دائما عندهم غزاره تهديفيه في الشوط الثاني، نتمنى ان الشوط الثاني يبقى مليء بالاهداف. ادي شيكابالا دخل وعايز يوجد لنفسه زاويه للتسديد، ولكن بيعدي واحد والثاني، وادي السقوط وايه مدي ايه، هل ركله جزاء ولا كارت اصفر؟ هنشوف. قرار محمد عباس مدي ركله جزاء. مع حضراتكم اللقطه مره ثانيه من قرب، ادي شيكابالا عدى واخترق، وادي الالتحام من احمد شعبان، ولحضراتكم الاجابه. احنا نكتفي فقط بالمشاهده، ولكن الكرات الصعبه ولكن فيها التحام. محمود فتح الله داخل وبيقطع فين، بيحطها في القائم، مش ممكن حطها نشنها. محمد ابراهيم تقدم محمد اللاعب البديل وعدى واخترق، وادي التحرك من مروان، غير اتجاهاته ويعمل مسانده على كوفي، وادي الركنه، ادي الكوره اللي راكنها كوفي بيكوي. مروان محسن كنترول، كرة من أسامة، عرضية حلوة، وادي راسية، والقائم الأيمن يرد راسية كوفي بيكوي، عدى واخترق ويسلم لمحمد إبراهيم، تقدم محمد إبراهيم، وادي الكرة المتصاعدة حلوة على القائم الثاني، وجول جول 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 كمال علي. شيكابالا بيستلم، شيكابالا، احمد جعفر لشيكا، وادي التسديده، فرصه سام. مباراه بقول لحضراتكم صعبه جدا ومفترق طرق لنادي الزمالك، وادي تسديده مره ثانيه، ولكن ايه ده، القائم الشمال بيتعاطف مع نادي الزمالك. نفسنا الجماهير تلتزم بتشجيع فريقها فقط. ادي الكرة على طول، وادي اللمسة المرة دي لسه في التحام والشراكات، وادي الكرة متسددة، ولسه مرة تانية، وجول جول حسن مصطفى اخيرا يعود باحلام الفارس الابيض. مصطفى اللي يحرز الهدف الثالث، احمد غضنفر عملها غضنفر في مباراة دراماتيكية، مباراة مجنونة. احمد غضنفر يسعد الزملكاوية ويبكي الجماهير السويسية. 2 الزمالك، 1 بتروجيت، والزمالك المتصدر، وحسام يتنفس الصعداء، وكأن أبواب السماء انفتحت فجأة للفارس الأبيض. وبالفعل في هذه الأثناء بتنطلق صافرة النهاية بفوز غالي وثمين لنادي الزمالك على بتروجيت 2-1. في النهاية لا يسعني إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع. تحياتي أيمن الكاشف، إلى اللقاء.